تعادلت مع كرواتيا، ثم هزمت بلجيكا ثاني أفضل منتخب في العالم، قبل أن تقضي على أحلام كندا بالهزيمة. ثم جاء الدور على إسبانيا صاحبة الكتيبة النارية التي أغلقت جدار المرمى أمامها لترسلها إلى مطار الدوحة دون تردد. المغرب دولة بات يتحدث عنها العالم أجمع بعد الأداء التاريخي لمنتخبها في كأس العالم قطر 2022 ووصوله للدور ربع النهائي كأول منتخب عربي يصل لهذا الدور في المونديال، مع أرقام خيالية أبرزها أن مرمى المنتخب المغربي لم يستقبل سوى هدف واحد. احنا الثقافة والحضارة، احنا بيت الشعر والقصر، احنا ممن تعلمتم منهم واحنا من علمكم. واسألوا شارلمان عن ساعة هارون الرشيد. احنا لا يغرنك صبرهم ولا تستضعف قوتهم، فهم إن قاموا لنصرة رجل ما
المغربية. اضغط يا يوسف، اضغط يا يوسف. هنا لا زالت مغربية. جول 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 جول. أول حاجة بغيت نقول بعدا شكرا رئيس الجامعة سي فوزي القجع على الثقة اللي حتى لي ولا ريسبونسابيلتي اللي عندي أنا ولا الستاف ديالي عارفينها. جينا وعارفين الضغط اللي كاين في المغرب على الكرة، كنعرفوا الجمهور ديالنا كيستنى إن شاء الله دي بون ريزولتا مي سورتو لا مانيير. نتمناو إن شاء الله في كأس العالم نطلعوا الرايه ديالنا ان شاء الله ونفرحوا المغاربه. بون شانس سي وليد، بون كوراج، وان شاء الله غادي تلقى موراك جميع المغاربه وفي مقدمتهم وكما كانت العاده دائما ان شاء الله سيدنا الله ينصرو باش يهنئك في جميع المناسبات. وما يمكن لنا الا نكون اليوم كما قلت فخورين نمزج بين الفخر والطموح لتحقيق الأفضل. تعادلت مع كرواتيا ثم هزمت بلجيكا ثاني أفضل منتخب في العالم قبل أن تقضي على أحلام كندا بالهزيمة. ثم جاء الدور على إسبانيا صاحبة الكتيبة النارية التي أغلقت جدار المرمى أمامها لترسلها إلى مطار الدوحة دون تردد. المغرب دولة بات يتحدث عنها العالم أجمع بعد الأداء التاريخي لمنتخبها في كأس العالم قطر 2022 ووصوله للدور ربع النهائي كأول منتخب عربي يصل لهذا الدور في المونديال، مع أرقام خيالية أبرزها أن مرمى المنتخب المغربي لم يستقبل سوى هدف واحد. ولكن تعالوا إلي هنا أنتم والعالم كله، ماذا تعرفون عن المغرب؟